كده خلصنا صينية البسبوسة وسقيناها الشربات زي ما انتوا شفتوا، وده احلى صينية بسبوسة. طبعا لو جبناها من بره هنجيبها بمبلغ جميل جدا. ماشي، بسبوسة بالسمنة البلدي ريحتها تحفة، والقشطة فيها تحفتين. اطلع لكم حتة وتشوفوا الشكل بتاعها النهائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم بسبوسة بالقشطة. معايا هنا معلقة كريم شانتيه، ومعايا هنا معلقة سكر كبيرة، والسكر ده بيرجع لك انت زي ما انت عايزة. ومعايا هنا معلقتين نشا، ومعايا هنا كوبايتين لبن. بنزل باللبن الأول في الحلة. هعمل طبعا القشطة، وانزل بالنشا، وانزل بالكريم شانتيه، وانزل بالسكر. هقلب بقى المكونات مع بعضيها. مش هحطها على البوتاجاز الا لما كله يتجانس مع بعضه وما يبقاش مكتله فيها حاجه. طبعا انا عامله كميه قشطه قليله عشان انا هعمل صينيه بسبوسه صغيره على قدنا، وانتي بتضاعفي الكميه بقى لو هتضاعفي البسبوسه. خلاص كده كل حاجه دابت زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص نحطها بقى على البوتاجاز. كده بقى حطيته على النار، مشغله النار عليه وسط عشان خاطر ايه ما تكلكعش معايا. افضل اقلب متواصل كده لغايه ما الخليط يتقل. كده انا معايا معلقه قشطه كبيره بحطها. طبعا القشطه دي اللي انا بشيلها من وش اللبن. وبقلب برضه متوسط بس الخليط ابتدى يتقل. طبعا القشطه لسه بتسيح فيه. هنا بقى الشربات بتاع البسبوسة، كوباية ونص مية وكوباية سكر، وبقلبهم كده على بعض وبرفعهم على النار لمدة 7 دقايق بس. هو يا جماعة الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل زي بتاع الكنافة والحلويات. ماشي، اهو بقى احطه كده على البوتاجاز. كده بقى خلاص الشربات خلص. هنزل بشوية فانيليا سايلة، وخلاص كده هطفي عليها واسيبها بقى تبرد. كده عندي بولة حاطة فيها 400 جرام بسبوسة، وكده دي القشطة اللي احنا عملناها. شوفوا ناعمة وجميلة ازاي، كريمي خالص. ومعايا هنا نص كوباية سمنة بلدي، ومعايا هنا كوباية زبادي، ومعايا بيكنج باودر. هعمل ايه بقى؟ هنزل الاول بالسمنة، بعد كده هنزل بالزبادي، وهنزل بمعلقة بيكنج باودر صغيرة، واقلب بقى المكونات في بعض. بعد كده هقلب بايدي.
اقلبها لغايه ما ايه السمنه والزبادي والبيكنج باودر كله يتجانس مع بعض. المقادير دي مظبوطه قوي ماشي، ريحتها تحفه وريحه السمنه فيها تحفه. خلاص كده معايا هنا كده بولة مدهونة سمنة، بحط فيها نص الخليط، بقسمه كده بسويه في الصينية كده. خلاص انا سويت كده نص الصينية زي ما انتوا شايفين كده، سويتها حلو. بعد كده هنزل بالقشطة، بعد كده هنزل بقى بالبسبوسة، كده البسبوسة خلصت، هزوقها كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هحطها في الفرن واما اطلعها واوريها لكم. ايه رايكم بقى؟ صينية بسبوسة بالقشطة حكاية. شايفين بقى سايحة كده لسه ما بردتش، فمش متماسكة، بس طعمها حكاية، طعمها حلو قوي.